عمرك لاحظت انه في كثير من الرقصات الشعبية تشبه لحد ما حركة الحيوانات؟ وللعلم هذا الموضوع مش صدفة، فعلا في كثير من الرقصات الشعبية كانت تستوحي حركتها من الحيوانات اللي كانت قريبة من الإنسان، سواء بالقوة أو الرشاقة أو حتى الفخر. مثلا أغلب الرقصات في بلاد الشام سواء في الأردن أو سوريا أو لبنان وفلسطين مستوحاة من الخيل، فبتلاحظ انه اغلب الحركات اللي بيعملوها في بلاد الشام تشبه الى حد ما حركات الخيل، او حتى دول الخليج اللي اغلب رقصاتهم تشبه الى حد ما حركات البعير او الجمال. وبنلاحظ كمان في الرقص الهندي الشعبي في حركات كتير قريبة للقرود، وبالسودان الحبيب في رقصات قبلية وشعبية مستوحاة من حركات الثور. أما بالصين فأغلب رقصهم الشعبي بيشبه حركات التنين. بس المهم تعرفوا انه مش كل رقصة شعبية لها اصل من حركات الحيوان، لانه في كثير من الرقصات الشعبية طلعت من الحروب او الاحتفالات او الطقوس الدينية. ايش في رقصات خطرت عبالك تشبه حركات الحيوانات؟ واي رقصة عجبتك اكثر؟ واكتب لي بالتعليقات.